واحنا هنا بناكل زبالة الفاكهة وزبالة الخضار وزبالة الحبوب. ليه؟ ليه؟ لمصلحة مين؟ لمصلحة مين احنا نموت عشان انتوا تعيشوا؟ ملعون ابوها تعيشوا. كلمتين مش جداد وقلتهم قبل كده وهفضل اقولهم، مع اني وعدت ان انا مش هتكلم تاني، بس انا لازم اتكلم، لان انا لو بتكلم وصوتي بيتسمع، فاتمنى المرة دي اللي يسمع صوتي يقول لي حلول عشان فعلا ما اتكلمش. لكن الوضع بقى مقرف، الناس مش لاقية تاكل، الناس تعبت وزهقت. رز ايه اللي حرارته وسعره؟ رز ايه؟ مين اللي بياخد القرارات دي؟ يعني انتوا بتاخدوها وانتوا قاعدين في قعدة انس كده؟ يعني ما هو اللي ياخد القرارات دي ناس دماغها مش فيها. سعر ايه اللي انتوا بتحرروه؟ الرز غلي وكان بيتباع بالاسعار الجديدة قبل ما حضراتكم تحرروا اي حاجة. يعني الرز كان عليه تسعيرة وكان بيتباع بالسعر الجديد، وكان بيتقال للزبون لا مفيش، كان بيطلع للمعارف او اللي بياخد حاجات كتير او الزبون المعروف لكن انتوا ليه؟ طب ناكل ايه؟ ما ناكلش سمك؟ مش هناكل، مش هناكل فراخ، مش هناكل لحم. وكده كده في صيام وفي مناشدات جميلة كده على الفيسبوك ان الجزء اللي مش صايم يتقشف زي الجزء اللي صايم ونبقى كلنا صايمين. طب مش حلو؟ حلو قوي. هو اللي صايم ده بياكل ايه؟ محشي في رز، ده غير بقية اسعار الحاجة. كشري في رز، ده غير بقية اسعار الحاجة. مكرونة وبطاطس عاوزين زيت والمكرونة غليت. طب ناكل ايه؟ قرنبيط؟ ما هو عاوز زيت. مسقعة عاوزة زيت. احنا نعمل ايه؟ احنا نعمل ايه؟ احنا تعبنا. لبن ايه اللي ب25 جنيه ويزيد بقى على حسب المنطقة. 25 جنيه ليه؟ ليه؟ انتوا عاوزين ايه؟ انتوا عاوزين ايه؟ انتوا زهقتونا وقرفتونا، انتوا عاوزين ايه؟ هنعمل ايه اكتر من كده؟ انا واحدة من الناس المفروض ان انا بنت مصر واستحمل مصر ومصر على دماغي من فوق لكن نبقى كلنا. لكن في ناس مش لاقية تاكل، وفي ناس عمالة تعمل في مدن وبيتكلموا بملايين الملايين وتقولوا لنا استحملوا. لا، يستحملوا بقى اصحاب الملايين. لكن كده حرام، اللي بيحصل ده حرام. نعيش ازاي؟ هاتولنا بقى خبير اقتصاد وخبير تغذية وخبير في الطب النفسي وقعدوهم كده، اعملوا اجتماع مع بعضكم ماشي، وخبير الاقتصاد يطلع يقول المرتبات من كذا لكذا، فخبير التغذية يجي يقول بالمبلغ ده ناكل كذا وناكل كذا واحنا موافقين. ويجي بقى بعد كل دوت خبير الطب النفسي يعالج العقد والكلاكيع والقرف اللي انتوا عملتوه جوانا. كفاية كفاية، احنا تعبنا. انتوا لو قاصدين تموتونا بالبطيء مش هتعملوا كده. حررتوا سعر الرز وسايبيننا فريسة للتجار، التاجر اللي بيبيع حاجة إنتاج آخر 2021 وأول 2022 بالأسعار الجديدة، وإحنا مش عارفين نتكلم. هنتكلم مع مين وهنقول إيه وهنعمل إيه؟ والتاجر بكل بساطة مش عاجبك ما تاخديش، وأنا جزمة في بقنا لازم ناخد، لأن هنعمل إيه؟ هنموت عيالنا من الجوع؟ انتوا بتصدروا رز؟ لما اشوف اكتر من فيديو عن الفراولة اللي بتتصدر وعن البرتقان اللي بيتصدر، واحنا هنا بناكل زبالة الفاكهة وزبالة الخضار وزبالة الحبوب. ليه؟ ليه؟ ليه تجيب الفراولة تاني يوم تبوظ؟ والأمال اللي بتسافر بره دي بتسافر ازاي؟ ليه بتعملوا فينا كده؟ لمصلحة مين؟ لمصلحة مين احنا نموت عشان انتوا تعيشوا؟ ملعون ابوها تعيشوا.